النهارده هنتكلم عن قصة أعظم محارب وإمبراطور شافه التاريخ. ابن بلد طلع من الصحراء وجو البرد القارس، وحد ناس كانت بتدبح في بعض. ومش بس كده، ده أسس من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ، قصة تيموجين. العالم كله عرفه بعد كده باسم جنكيز خان. دوس لايك واشتراك ويلا بينا. في حتة نائية جدا في منغوليا حوالي سنة 1162 ميلادي، في يوم من الأيام اتولد عيل اسمه تيموجين. والده كان زعيم قبيلة صغيرة واسمه يوسيجي بهادر. عشان تفهم المنظر، القبائل زمان هناك كلها كانت بتتخانق وتدبح في بعض زي الفوضى. والده مات وهو لسه صغير لما اجتمع مع الإيد التتار وهم من أعدائه، واللي المفروض يورثوا زعيم القبيلة، بس هم رفضوا يخدموه تحت أمرة إنهم عيال صغيرة، وطردوه وعيلته يعيشوا لوحدهم في البرية ويتصيدوا يعيشوا. تخيل طفل بيتعلق بالحيوانات عشان ياكل، بيقضي على أعداء أكبر منه. المهم في مرة من المرات اتمسك وقيدوه، لكن العيل ده كان ذكي ولبق وهرب. الحياة القاسية دي علمته حاجتين: إنك ما تثقش في حد بسهولة، وإنك لازم تكون قوي عشان تعيش. لما كبر شوية بدأ يلم حوالين الناس، كان عنده موهبة القيادة والكاريزما. أول حاجة عملها إنه راح لحليف والده القديم، زعيم قبيلة قوية واسمه تغرل خان، وعمل معاه تحالف. وبكده بدأ يلم شمل القبائل الصغيرة الواحدة ورا التانية. الناس بدأت تحبه لأنه كان بيحافظ على مخلصينه ويعاقب اللي بيخانوه بمنتهى الشدة. بس الدنيا ماشية كده. صديق طفولته جاموخا حس إن تيموجين بقى منافس قوي ليه، فانقلب عليه. وحتى الحليف العزيز تغرل خان نفسه خاف من نفوذه وقام عليه. وبكده فضل لتيموجين انه يحارب الكل. وهنا ظهر عبقرية تيموجين العسكرية. الراجل ده كان بيخطط بشكل محترم جدا، ما كانش بيخش معركة من غير ما يعرف كل حاجة عن عدوه. لازم كل من نفسيه الواحد ورا التاني: التتار، الكيرايت، النايمان، وصاحبه القديم جيموخ. سياسته كانت واضحة: انت معايا هتبقى منا وهنفضل ناكل من بعض، انت ضدي همحيك من على وش الارض. وبالفعل لأول مرة في التاريخ كل القبائل البدوية توحدت تحت راية رجل واحد. في سنة 1206 ميلادي عملوا له حفلة تنصيب ضخمة على ضفة النهر اللي اتولد عنده تقريبا. كل الزعماء رفعوا على التخت وقالوا له: ابقى انت الحاكم، ومنحوه لقب جنكيز خان. اللقب ده مش معناه ملك العالم او حاجة درامية كده، لا، المعنى الصح الحاكم القوي او الحاكم المطلق. وفي اليوم ده ما يقفش على كده، بل ندب قانون جديد اسمه الياسا او الياساق. القانون ده كان ثورة وكان دستور كامل للحياة. مثلا حرم خطف الستات، ودي كانت حاجة منتشرة وقتها. حرم السرقة، لأنك لو سرقت في مجتمع بدوي ده معناه موت صاحب المتاع. وأكد على إن الولاء للخان والقانون فوق أي اعتبار، والأهم من ده كله إنه أعلن حرية الاعتقاد. كان عايز الناس كلها تعيش تحت حكمه من غير ما يفرض عليها دين. ده غير إنه نظم الجيش بنظام صارم جدا: عشريات، اللي هو عشرات مئات آلاف وهكذا. والترقية فيه كانت بالكفاءة مش بالوسائط. فخليط القبائل المتخاندة دي بقوا جيش واحد مضمون بعضه زي الماكينة. بعد ما نظم بلده طلع بجيشه على العالم. أول ما راح على الصين دخل على أسرة شاه الغربية وأسرة جين وهزمهم، وكان عايز يسيطر على طرق التجارة وثروات الصين. بس عين جنكيز راحت على امبراطورية خوارزم، ودي كانت دولة إسلامية ضخمة وقتها في إيران وآسيا الوسطى. طب ليه غزاها؟ علشان شاه خوارزم سلطانها قتل تجار المغول وسفيره، وده بالنسبة لجنكيز خان كانت إهانة شخصية وعسكرية ومينفعش تتمرد عليه. فكان الرد شرس: جيشه دمر مدن كاملة زي بخاري وسمرقند، وده كان عقاب جماعي على غلطة الحاكم. المؤرخين العرب اللي عصروا الوقت ده زي ابن الأثير وصفوا الأحداث دي وكانوا بيقولوا: ما جاء مثلهم بسبب. وعشان تبقى عارف، عبقريته العسكرية ما وقفتش عند عصره. النهارده في أكاديميات عسكرية كبيرة زي ويست بوينت في أمريكا بيدرسوا خطط جنكيز خان كأمثلة للذكاء الحربي، زي خدعة الانسحاب الوهمي اللي كان يخلي العدو يجري وراه وفجأة يلاقي نفسه محاصر من كل ناحية. وكمان فكرة تقسيم الجيش لعشريات، عشرات ومئات وألوف، دي أثرت في تنظيمات جيوش العالم. بعد جنكيز خان مات في 18 أغسطس 1227 وهو بيحارب ضد أسرة شاه الغربية. سبب موته لسه غامض لحد النهارده. في ناس قالت وقع من حصانه، وفي ناس قالت مرض، وفي روايات تانية كتير. لكن الأكيد إنه قبل ما يموت قسم إمبراطوريته على أولاده الأربعة: جوتشي، جيغتاي، أوختاي، تولي، وطلب إنهم يدفنوه في سرية تامة. الأسطورة بتقول إن الفرسان اللي دفنوه مشيوا بجواده على قبره 1000 مرة عشان يمسوا معالمها، واتقتلوا كلهم عشان السر ما يتفضحش. الإمبراطورية فضلت تكبر بعد موته تحت حكم عيلته اللي اتسمت الخانات المغولية العظيمة. طيب ما هو راجل غازي ومدمر نروج ليه؟ لأ، الصورة مش كده. الراجل ده كان مشرع عظيم، فتح طرق التجارة بين الصين وأوروبا، طريق الحرير، وخلاها آمنة لأول مرة في التاريخ. وده خلى العلوم والتجارة والثقافات تنتشر بين الشرق والغرب. وصدق أو لا تصدق، الدراسات الجينية الحديثة بتقول إن حوالي 40 مليون إنسان في العالم كله، خصوصا في آسيا، عندهم جينات من جنكيز خان وولاده، عشان نسله كسر واستمروا في الحكم سنين طويلة. فالراجل ده أسطورة، طفل مطرود بقى إمبراطور مدمر لكنه وحد العالم، قاسي في الحرب لكنه وضع أساسات للحكم والعدل. قصة حياته فيها عبرة، فيها رهبة، فيها إثارة. الراجل ده غير شكل خريطة العالم فوريفر. دوس لايك واشتراك واستناني في اللي جاي.